بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القلاية الهنرش يا جماعة، موجودة عند السليمانية، اللي هي المقاس الاكس اكس لارج. ما شاء الله. القلاية دي هنرش ألماني، الحجم بتاعها كويس جدا، براند محترم جدا جدا جدا. ما شاء الله. فيها الصفاية بتاعتها دي، شايفين فيها فتحات من كل الجناب عشان تدخل الحرارة وتوزعها لكل الأكل الموجود فيها. طبعا فيها الصفاية والحلة. دي فيها 8 برامج. زي ما انت شايفة هنا بيقول ان انت بتضغطي عليها تدوسي اي حاجة انت عايزاها، وليكن مثلا بطاطس، هتطلع لك الوقت ودرجة الحرارة. الناحية اليمين دي انت هتزودي او تقللي درجة الحرارة من الناحيتين دول. الناحية الشمال دي انت هتزودي وتقللي الوقت. بلس ان انت هتختاري بقى اي برنامج بقى انت عايزاه. وطبعا موضوع القلاية ده حاجة كده بالممارسة، يعني حتى البرنامج ممكن يقلل أو تزودي عن البرنامج، لأن كل حاجة بتختلف عن الحاجات اللي البرنامج عاملها. زي البطاطس، في بطاطس ممكن تستوي بسرعة، في بطاطس لا تغيب في السوا، في حاجات كده. فالقلاية بتعود عليها. انت بتعرفي تظبطي الوقت مظبوط وبتطلعي الحاجة بيرفكت زي ما انت عايزاها. بس هي كنوع حلو قوي. الماتيريال بتاعها وشكلها تحفة. صوتها مش عالي، يعني في ناس بتشتكي ان الآلية صوتها عالي قوي قوي، دوشة، لكن دي صوتها هادي. طبعا البراند ده ألماني. والناس اللي كانت حاجزة مع السليمانية، انا من هنا بقول لكم ان الحقوا يعني تواصلوا معاه، وان شاء الله تتمموا الحجز بتاعكم. والناس اللي ان شاء الله كده لو عايزين ممكن يتصلوا على الرقم، ولو في لسه موجود. قلاية محترمة جدا جدا جدا، وسعرها كمان بيوازي الاسعار براندات موجوده هنا. بالاضافه الى ان هي 8 لتر، يعني عميقه جدا من جوه. ده هنا تجربتي فيها لما جبتها وعملت البطاطس على البرنامج زي ما البرنامج قال 15 دقيقه. ده كان بعد 6 دقايق. في ناس اللي ما بتحبش الحاجه مقرمشه قوي، فبالنسبه لها كده يعني ممكن نقول اخد هنا 6 دقايق. لكن انا هكمل واخليها تحمر اكتر عشان تبقى ايه، كريسبي اكتر. هنا انا حطيت عليها، يعني نقول الازازه، عارفين لما تبقى خلصانه وفيها شويه ما بينزلوش، حاولت ان انا انزلهم كده بالعافيه. مش هيجيب اقول لك معلقه كبيره، يبقى انا لا بكذب. اقل من المعلقه الكبيره. وكمان دول حوالي 3 بطاطسيات كبار، يعني ممكن نقول ان دول حوالي كيلو الا ربع بطاطس. القلايه دي ممكن تاخد لحد 2 كيلو بطاطس في المره الواحده. شايفين دول كلهم اللي في الازازه اهم. رشة صغيرة جدا عليهم، لان كمان تاني يوم انا قليت بيهم بتنجان، وهوريكي البتنجان دلوقتي. القلاية دي بقولك تاخد لحد 2 كيلو ونص بطاطس، اللي هي المتفرزة دي. ليها حد تقدري تحطي، لانها فيها الفتحات دي بتسوي الجناب زي فوق زي تحت، مع تقليبة منك بسيطة في نص البرنامج. هنا كبداية البرنامج. طبعا هي مفروض ان هي موفرة للطاقة، وان الكهرباء بتاعتنا المانيا زي كهربتنا. حتى الفيشة بتاعتها بتيجي مش فيشة ثلاثية ولا حاجة، فيشة عادية زينا ثنائية. ماتريالها تحفة يا جماعة. وبالمناسبة من هنا اقولك، اللي عنده قلاية واتجرحت منه او باظت او اتحرقت او حصل فيها اي حاجة، يقدر يتواصل معايا وانا اقولك ازاي ترجعي القلاية بتاعتي الجديدة وبضمان سنتين. هنا اللقطة دي تقريبا اتكررت. القلاية ما شاء الله يا جماعة، يكفي ان انت بس كمية الزيت، يعني اكل صحي ومحمر زي ما احنا بنحبه. وفي نفس الوقت كمان احنا مش هنحسبها زيت بس، هنحسبها غاز، هنحسبها وقفة، وبالك كهرباء. ده البرنامج قرب ينتهي خلاص. وبعدين ضيفي بقى عليها ان احنا الزيت، القلي، وقت القلي والبوتاجاز يدهن والدنيا تزيت والكلام ده لا خالص. بتنجز معاكي جنب حاجات تانية. طبعا احنا هنجرب فيها وصفات كتير، بس انا حبيت اوريكم تجربتي في البطاطس في القلاية بعد ما جبتها وكده.
طبعا زي اي حد لفيت كتير ودورتي على انواع كتير، والاخر رسى على كده، والحمد لله كان اختيار موفق جدا. دي المروحه بعد ما البرنامج بيخلص بتبرد الباب، قبل ما تفتحي ما بتفتحيش الا ما المروحه دي تفصل، عشان ما تعملش بخار حراره كده. خلاص كده فصلت، يبقى كده تمام. تبتدي تفتحي، شايفين ما شاء الله البطاطس عامله ازاي، زي اللي بناكلها في اماكن كتير قوي بره. وده كمان يتوقف على نوع البطاطس، كل ما كانت البطاطس الشيبسي اكتر كل ما هتطلع معاكي نتيجة احلى. هنا بقى انا غلطت غلطة، مفروض ما اصفيش كده، مفروض ان انا ارفع المصفى وانزل منها البطاطس، عشان لو في بواقي زيت مترسبة في الحلة. بس يلا اعذروني لسه جديدة في الموضوع، بس النتيجة بالنسبة لي كانت مرضية بنسبة 95%. لسه بقى مع التعود هظبط الدنيا اكتر واكتر. شايفين البطاطس عاملة ازاي، مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه. وطبعا في الوقت والكمية ما شاء الله. حاسه تحسي ان هي شايفه هي طارده كل الزيت، يعني الزيت ده لو كنت شلته بالمصفى كان زمان مفيش حلقه. شايفين شويه الزيت هنا قد ايه، والله حاجه لا تذكر. حطيته مع البتنجان وقطعته كده بالطول، يعني زي البطاطس بس متقطع سميك شويه، وهدخله القلايه برضو على نفس برنامج البطاطس. هتطلعيه في نص البرنامج تديله تقليبه، او انا حتى والله ما قلبتها، هزيتها كده وخلاص. لان هي ما شاء الله، لان حجمها كبير، فلما بتحط فيها كميه قليله، دول 3 بتنجانات وسط، هي كده كده بتوزع من كل الجوانب، فمش محتاجاكي تقلبي. الا التقليب ده بقى للي هيحط كميه كبيره. طبعا عايزه تمسحي القلايه بتاعتك، عايزه تشطفيها، اي نوع مناديل من المبلله، امسحي نزلي كل الدهون دي بسبونشه، اللي هي مش الخشنه الناعمه، بشويه خل، ونضفيها بميه سخنه بس كده، ونشفيها وخلاص. ما تحطيش فيها اي سترس ولا اي مواد اللي هي فيها مواد كيماويه ولا الكلام ده. وزي ما اقول لك، لو القلايه منك باظت اتصل بيا وانا هرجع لك القلايه جديده. ابعتي لي بس رساله بالصوره اللي وصلت ليه حاله القلايه بتاعتك، وانا ان شاء الله بفضل الله هقول لك تعملي فيها ايه، مع ضمان سنتين للقلايه بتاعتك، او الحلل التيفال كمان مش القلايات بس. كده البرنامج خلص. نستنى بقى لما المروحه خلاص تخلص خالص، وبعد كده شايفين البتنجان ما شاء الله عامل ازاي، برشه زيت لا تذكر. هتخرجيه بقى، لو انت حاساه البتنجان بتاعك عايزاه يطرى اكتر، حطي بقى اللي انت عايزه تحطيه عليه والليمون والكلام ده، وغطيه. هنا البتنجان شايفين قد ايه ان هو مستوي. كلي بقى بتنجان وطعميه وبطاطس وكل اللي نفسك فيه كله.